أما تقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في غدير خم، فإنكم تذعنون على ذلك، ولكن تقولون فقط بمعنى المحبة، ولم تكن بمعنى الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد مرة أخرى أن يكرر نفس الشيء مرة أخرى؟ فهذا أقول لكم لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد غدير خم أراد إتمام الحجة وإنهاء العذر، وأن يكون القضية أثبت، وأن يكون للجميع القضية واضحة أكثر، بما يبقى منه صلى الله عليه وآله وسلم ورقة لم يكتب في حياته شيئا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان يعلم جميع العلوم جميع الفنون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما، لم يكن أميا بالمعنى إنه ما كان يقدر يقرأ ويكتب، هذا نرفضه. جاء في الروايات كثيرة أصحها علماؤكم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب. فإذا كان يبقى منه سندا مكتوبا فهذا يكون أقطع للحجة ولإتمام الحجة ولإنهاء العذر. والقرآن الكريم فيه تكرار كثير، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهذا لا بأس به. إذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو علم بحكمته الشريفة وبعلمه وبتدبيره إنه لم ينبغي قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أن يكرر الموضوع مرة أخرى، ولا سيما الموضوع هو موضوع مهم جدا وهو أمر الإمامة والخلافة، فلأجل ذلك أراد التكرار، فهذا لا بأس به. وإن قلنا إنه لا نعرف الوجه، لا نعرف الوجه، لماذا أراد مرة أخرى يكرر نفس الشيء؟ فإن قلنا ولكن نعرف الوجه، وإن قلنا إنه لا نعرف ذلك، وهذا لا أيضا لا يضرنا، ولا يحق لعمر وأصحابه يقولوا إنه يحجر. أما قولك إن في حديث الغدير جاء كلمة المولى بمعنى المحبة، فلازم علينا على الشيعة أن يرد عليكم، وأنا أرد عليكم من كتبكم، ولكن الآن ليس هو قصدي حديث الغدير ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، فأثبت لكم أن معناه ليس المحبة بل معناه الإمامة والخلافة. ليس موضوع هذا، ولكن بما أنك طرحت فيجب الإجابة على ذلك. هذا الكتاب كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر، الجزء 42 تبعه سنة 1417، بل في أي المكان طبعوا هذا في أي المطبعة، دار الفكر والطابع، نعم الناشر. في هذا الكتاب لو نراجع صفحة 235 235 فإنه يتحدث عن حديث الغدير، فجاء هنا رواية كثيرة. أخبرنا فلان عن أبي فاختة قال أقبل علي عليه السلام وعمر جالس في مجلسه، فلما رآه عمر تضعضع وتواضع وتوسع له في المجلس، فلما قام علي عليه السلام قال بعض القوم يا أمير الفاسقين إنك تصنع بعلي عليه السلام صنيعا ما تصنع بأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر وما رأيتني أصنع به؟ قال رأيتك كلما رأيته تضاضعت وتواضعت وأوسعت حتى يجلس. قال وما يمنعني والله إنه لمولاي ومولى كل مؤمن. فإذا كان مولاه بمعنى المحب والصديق، هل أنت تحقر نفسك وتتواضع لأصدقائك، بل تصغر نفسك وتحقر نفسك وتضعضع لمن هو مولاك، بمعنى أنه يجب عليك طاعته وهو رئيسك في الدين والدنيا؟ فهذا فعل عمر خير دليل، وعندنا روايات أو مطالب كثيرة ليس الآن وقته. أما إنه كان بصيغة القائل ليس بمعلوم، أنا أردت من كتبكم أكثر من 10 مورد
أثبتت لكم إن القائل كان عمر بن الخطاب. منه قول ابن أثير، منه قول الغزالي، منه الروايات في كتاب شعيب ابن أحمد النسائي، والروايات كثيرة أن القائل كان هو عمر بن الخطاب، ومنه قول البخاري نفسه. فلا تقل لي ليس بمعلوم بعدما أنا أثبتت لكم من كتبكم بعد ساعة، ولا أريد أكرر ذلك، لأنني تكلمت ساعة كاملة إن عمر بن الخطاب قال بنص البخاري غلبه الوجع. ما فرق بين غلبه الوجع ويهذي؟ وإننا نعرف إن موقف البخاري ومذهبه في الحديث النقل بالمعنى وتجويد ذلك، وأثبت لكم ذلك. كلهم قال أحمد بلي ابن حنبل، أحمد بن شعيب النسائي، أبو بكر الهيثمي، أبو يعلى الموصلي، كلهم رووا إن الذي تكلم بالكلام هو كان عمر بن الخطاب. والتصريح جاء من ابن أثير، والتصريح جاء من تصريح جاء من الغزالي بأن القائل كان هو عمر بن الخطاب. فبعد ذلك لا يبقى أي شك أن القائل بكلمة الكفر كان عمر بن الخطاب. وبعد ذلك إنكم تعدلون جميع الصحابة، تعدلون جميع الصحابة. فإذا هذا كلام الكفر صدر من الصحابة فإنه يبطل مذهبكم، لأن مذهبكم مبنية على تعديل جميع الصحابة. وإنك قلت إنه جاء بكلمته بلفظ الاستفهام، فأنا أقول لك حتى الاستفهام، حتى لو تنازلنا وتسالمنا أنه جاء بمعنى الاستفهام، فإنه أيضا توهين وإساءة للأدب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا إذا قال شخص لشخص هل أنت مثلا عملت بعمل قوم لوط؟ هل أنت عملت بقوم؟ هذا استفهام، ولكن هذا توهين وإهانة واستخفاف، لا شك في ذلك. وهذا إذا كان الكلام القبيح بصيغة الاستفهام فهو لا يخفف عن قبحه. إذا أنت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو يهذي؟ والقرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحتى إذا تنازلنا أنه استفهام هذا كلام باطل أيضا. وأنا أريكم كلام آخر، وإن في نقض قولك أريكم ما جاء في مسلم. فإنك تقول إنه جاء في صيغة الاستفهام، فإنك لم تكن شاهدا في ذلك القضية. فهذا كتاب صحيح مسلم طبع دار الفكر سنة 1432 صفحة 811 بله. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايتوني بالكتف والدواه واللوح أو اللوح والدواه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهجر. هذا ليس استفهام، هذا إخبار واستفهام. إذا كان الكلام قبيحا سواء كان استخبارا أو استفهاما هو لا يقل عن إساءة الأدب. أنا أرجع الآن إلى هذا الشيء. السلام عليكم، تفضل. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. إنك هذا الشيخ، أي نعم، هذا الشيخ وين راح؟ الشيخ الأردني. والله اخفض صوت التلفاز، اخفض صوت التلفاز. حاضر يا أخي، حاضر. بس يا أخي أنت كثيرا يا أخي. أنا بارك الله بك، الله يحفظك. لا يجوز هذا يا أخي. ماذا؟ لا يجوز يعني دقيقة انتظر. أنا وضعت هذا الشخص على الانتظار وإنه قطع وراح، وهذا شخص آخر. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.